أبو تريكة: الزمالك أهدى الأهلي هدية كبيرة قد تساهم في تتويجه بالدوري. أكد محمد أبو تريكة أن الزمالك منح الأهلي هدية كبيرة جدا قد تقرب الأهلي من الفوز بالدوري العام هذا الموسم بعد اعتذار الأبيض عن خوض لقاء القمة. وقال تريكة في تصريحاته الجديد أن الزمالك رسميا خارج من المنافسة على اللقب تماما، والمنافسة على لقب البطل بين بيراميدز والأهلي. وتابع: الأهلي عنده 5 مباريات هامة في الفترة القادمة. الأهلي عنده مباراة هامة يوم الجمعة القادم، والزمالك أفاده بعدم لعب مباراة اليوم لأنها كانت ستكون مباراة ثقيلة، والزمالك أراح لاعبي الأهلي وسيلعب الأهلي الجمعة أمام فاركو. وأضاف تريكا: معنويات الأهلي مرتفعة بعد الفوز على الزمالك، ليس له علاقة باعتذار الأبيض لأنه فاز ب3 نقاط ورفع رصيده. وأمام الأهلي مباراة فاركو يوم الجمعة، ثم الاثنين مع طلائع الجيش، ثم الخميس أمام الداخلية، ثم الاثنين أمام طلائع الجيش، ثم بيراميدز يوم 12 يوليو. إذا فاز الفريق بال5 مباريات سيقترب من حسم الدوري مع ضرورة الفوز على بيراميدز. وأردف تريكا: لو الأهلي فاز بكل المباريات وتعادل مع بيراميدز سيكون موقف الأهلي أفضل بكثير، وفوز الأهلي الاعتباري على الزمالك منح الأحمر دفعة معنوية كبيرة جدا جدا. منافس تقليدي ومباراة قمة الأهلي فاز بها، الزمالك أهدى هدية كبيرة جدا للنادي الأهلي أكبر مما تتخيلوا قد تساهم في فوز الأهلي بلقب الدوري. واختتم تريكا: لكن لازلت أؤكد أن حالة بيراميدز أفضل من الأهلي، لكن فوز الأهلي الاعتباري على الزمالك فرق جدا معه.